مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمبعوثين أو نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه ضاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم باليسار ولا تهن بالقدر فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرر خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء شهداء صالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا إلى روح صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله زوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.
يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون يشرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداء. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك. السلام عليك كدائم بلا انقضاء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. وعليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك. وعليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى
الله على نور رسول الله الله على نور رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديك لبينا أسلمنا السمع والطاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا أسلمنا السمع والطاعة. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله تعلقت عليه إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله فانتشرت عليه آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا من والاه جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. وترقى في الحسن على مقام
وتناهى في مجده وتعالى الله لحظت عليه. العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله وهو من عليه. فوق علم قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا الله عليه. فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده صلى الله عليه. اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه. عن الله ما أمر بتبليغ خلقه من فرضه ونفله. صلى الله عليه. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه. وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله وما عليه. أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم يا جل الصلوات واجمعها وازكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمات لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلى الله عليه. يسرع تعلقي به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكربه وتفيوا ذل الأشرف الأصل بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور
أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب الله 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 صلى والملائكة الكرام على الحبيب إن الصلاة على رسول الله شمس شمس لا تغيب فإذا دعوت الله وإذا ظلبت الله وإذا رجوت الله فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية وخذ عن شجوني دروس
طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني ويا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه بدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه التصوير في العالم المطلق الكبير صلى الله عن عليه جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحزن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه والقمر التام الذي يتنقل في بروجه صلى الله عليه قراره وموته خروجه وقد قدت الأقدار الأزلية بمن قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه فكان مستقر في الأصنام الفخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه وبهر فتعلقت همة الراقب لهذه الحروف صلى الله بأن يحكم في عليه هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الألسن لن تبي بعشر معشر أوصى بذلك الموصوف صلى الله عليه السابعين من خواص المؤمنين صلى الله وترويحا عليه للمتعلقين بهذا نور النور المبين صلى الله عليه فأهلا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله ولكن عليه أنت تدوين ما حبت من ششرب المخلوقين وما أكرم الله به في مولدي من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت راية بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في
بشفاعة هذا نبي الشافي آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور شراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب. أمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تثج والسنة الملائكة بتبشير العالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود. صلى الله عليه. سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولآل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفيع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادة وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوعا سرا تولد بذلك لشرف عند الله يعيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم لبسته فجعته فلما انشبا غشيتني ظلمة وعروب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه وسلم. وصل ذلك عني ثم عاودني الرعب وظلمة القشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه وسلم. قالت ولم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وأن عنايتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المعتبي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ
السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رضي عنه ورضي عنكم في الحسنة الدعوة إلى الله ونشر العلم وحب الصالحين ومكانة المساكين. وقال رضي عنه ليلة الثلاثاء بأنيسة مدرسة الإسنان مدرسة عظيمة ذكرنا الناس من طرف المساكين. ذكرنا الناس من طرف المساكين أي في شأنهم. قلنا لهم خلوهم يأكلون من الخريف أي الرطب. لا تمنعونهم ارحموهم يرحمكم الله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اعلموا أنها مرتبة عظيمة مع المساكين. ما قال احشر المساكين في زمرتي، بل قال احشرني في زمرة المساكين. يكفي المساكين فخرا. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم احشر المساكين في زمرتي فكيف إلا يوم أي لما احشرني في زمرة المساكين. حب المساكين فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبهم. قال صلى الله عليه وسلم في معنى حديثه اتخذوا عند الفقراء يدا فإن صولة لهم يوم القيامة. وأنا قلت لحراس النخل حقنا خلوا أي اتركوا الفقراء والمساكين يأكلون من النخل. لا تمنعوا أحدا أبدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Habib Ali itu Sahibul Maulid punya satu tempat khusus yang disebut Anisa. Kalau bahasa sekarang itu villa, tapi bukan villa ya. Di Hadramut nggak ada villa, ya padang pasir. Tapi di situ Habib Ali sering mengadakan daras pengajian, ada di situ khalwat, ada di situ. Kalau sudah bulan Rabiul Awal maulid besar-besaran di sana, puluhan ribu yang hadir. Ketika ada di Anisa saat itu mengadakan pembacaan kitab dan ada mudzakarah, ada muhadharah, pengajian, Habib Ali menyinggung tentang martabah kedudukan orang miskin. Orang miskin ini punya kedudukan di sisi Allah asal dia sabar dan ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada dia. Karena itu kalau kepingin mendapatkan rahmat Allah, perhatikan orang miskin. Harus diperhatikan bagaimana makan yang layak bagi mereka. Kalau di sana itu makanan yang layak, yang lebih daripada cukup, yaitu ar-rutab, kurma yang rutab, yang belum menjadi kurma yang kering tapi masih basah. Kasih orang miskin itu makanan-makanan yang terhormat. Jangan dikasih makanan-makanan sisa atau makanan-makanan yang kurang layak begitu. Kasih makanan yang terhormat. Hormati orang miskin, kamu akan menjadi terhormat di sisi Allah. Rahmati orang miskin, kamu akan dirahmati oleh Allah. Kemudian Habib Ali membawa cerita Nabi ini. Nabi itu tidak pernah minta jadi kaya di atas dunia. Nabi itu minta hidup dalam keadaan miskin. Ini satu kehormatan ini, orang miskin ini. Ini miskinan.
Nabi itu tidak minta mati meninggalkan istana atau banyak harta. Amitni miskinan, mati karena udah miskin. Nanti di hari kiamat Nabi menyatakan uhsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku dalam kelompoknya orang miskin. Coba ada perbedaan tidak kira-kira kalimat gini, kumpulkan aku dalam kelompoknya orang miskin sama kumpulkan orang miskin dalam kelompokku? Kalau orang miskin dikumpulkan dalam kelompoknya Nabi, itu adalah satu kehormatan luar biasa. Tetapi yang lebih hormat, nabinya minta dikumpulkan dalam kelompoknya orang miskin. Ini lebih hebat nih. Karena itu jangan ada menghina orang miskin. Nah, Habib Ali menyatakan, aku punya kebun, aku katakan kepada penjaga, jangan kamu tolak orang miskin yang masuk mau mengambil, biar mengambil. Keberkahan itu kalau kita mau menyalurkan harta kita kepada orang-orang fuqara wal masakin. Wa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang minta-minta ini jangan dianggap orang yang hina. Kadang-kadang mereka tadi itu adalah orang-orang yang mulia. Kenapa? Ada hadits gini, rubba as'ath aghbar madfu'in bil abwab law aksama 'ala Allah la abarrah. Banyak loh orang-orang yang rambutnya enggak teratur, pakaiannya kumuh, ditolak di semua pintu, tapi kalau dia sumpah minta sama Allah enggak pernah ditolak sama Allah, dikasih. Ada satu cerita, ada seorang yang kaya, pekerjaannya maju, rumahnya megah, kendaraannya mewah, hartanya berlimpah sempurna, istrinya cantik. Satu hari dia lagi mau makan sama istrinya. Namanya orang kaya, makanan semuanya komplit. Ikan darat ada, ikan laut ada, ikan udara ada, ikan planet ada, semuanya ada deh. Minuman, buah-buahan. Ketika dia mau makan sama istrinya yang cantik, ada yang ngetok pintu. Pak, kasih makan, saya 2 hari sudah menahan makan, saya nggak kuat, tolong diberi makan ke Pak. Ini yang kaya hatinya keras, gosi, sadis, kejam. Bangun dia, buka pintunya, dibentak-bentak itu orang miskin. Miskin, kau itu nggak kenal waktu ya kalau minta-minta ya. Ini waktunya kita makan, lihat wajah kamu, bau kamu, hilang selera makanku. Keluar kau. Sian ini hati orang. Ini orang nggak kenal bahwa yang beri rezeki itu adalah Tuhannya, yang beri nikmat itu Tuhannya. Kalau mengkufuri nikmat akan berubah menjadi azab yang pedih. Mulai saat itu pekerjaannya menurun, tambah menurun, tambah rugi, sampai bangkrut, sampai banyak utang. Disita tanahnya, disita mobilnya, disita asetnya, disita sampai pada akhirnya rumahnya juga disita. Terjadi clash sama istrinya sampai pisah. Keluarga nggak ada mau menampung dia, nggak punya rumah. Akhirnya cari pekerjaan nggak ada yang menerima, nggak ada lowongan. Minta sana minta sini nggak dikasih, sampai 2 hari nggak makan. Berubah, yang di atas jadi di bawah. Keliling dia sampai ketemu satu rumah mewah, mobilnya megah, kendaraannya megah, orang kaya. Ketok, Pak, tolong 2 hari saya belum makan, kasih saya makan. Pas persis sahibul bait yang kedua nih lagi mau makan sama istrinya, cuma hatinya rahmat, hatinya baik. Ngomong sama istrinya, Dek, kita tunda makan kita ya, kita bisa masak lagi, kita bisa beli di luar. Itu orang miskin kasihan tuh,
suaranya sudah begitu lemah, suruh masuk sudah, suruh menikmati ini hidangan, kita tunda makannya biar habis-habisan dia makan di sini. Oh setuju mas tadi, panggil suruh masuk, buka pintunya, Pak sama suami saya suruh masuk. Alhamdulillah, kata si miskin ini yang asalnya kaya raya, melihat wajahnya si miskin ini kaget, ini perempuan menjerit, la ilaha illallah, astagfirullah, nangis sejadi-jadinya. Kaget suaminya datang, suruh masuk kok nangis-nangis, kenapa? Ya Allah, ini kejadian apa kok begini, kata dia. Kenapa? Ini yang minta-minta mantan suami saya, kata dia. Dulu pernah dia tadi itu mau makan dengan aku, bentak-bentak orang yang miskin yang 2 hari belum makan, minta makan dari dia, diusir. Sekarang dia jadi miskin 2 hari nggak makan. Kata si suami, oh begitu ceritanya. Berapa tahun yang lalu? Sekian tahun yang lalu. Rumah kamu di sini ya? Desa Pajaran ya, misalnya. Dekat sama Gus Muhib ya? Artinya si suaminya tanya, warnanya ini rumah kamu? Iya. Lu kok tahu? Kok bisa anda tahu? Subhanallah, katanya, subhanallah. Lu maksudnya apa? Orang miskin yang diusir sama suamimu itu adalah aku, kata dia. Dirubah sama Allah. Yang kaya jadi miskin, jadi gembel, yang miskin jadi kaya, dikasih bonus istri cantik. Ayo. Karena itu nggak boleh orang menghina orang miskin. Orang miskin itu punya martabat di sisi Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, aku di hari kiamat ya Allah kumpulkan dalam kelompoknya orang miskin, tapi orang miskin yang sholat, orang miskin yang puasa Ramadan, orang miskin yang taat, orang yang miskin yang ridha. Udah miskin judi, udah miskin gak sholat, udah miskin gak puasa, khasirat dunia wal akhirah, dzalika wal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat. Itulah kerugian yang jelas. Mudah-mudahan insyaallah diniati ya bulan Ramadan untuk perbanyak ibadah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin, dan mudah-mudahan insyaallah semuanya bisa ketemu kembali di bulan Syawal fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بدادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك.
وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا بإليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعل من نصر هذا الحبيب وزاره وله وظهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك، وناصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد